في العلاقات الجنسية كتير من الرجال يظنوا إن الوصول للنشوة مسألة وقت أو حركات معينة، لكن الحقيقة أعمق بكتير. الدراسات العلمية تؤكد إن حوالي 70% من النساء لا يصلن للنشوة من العلاج وحده. السبب؟ لأن البظر مركز الإحساس الرئيسي مش بيتحفز بشكل كافي أثناء الجماع التقليدي، وهنا تبدأ المشكلة. الزوج يظن إنه قام بكل شيء، لكن شريكته ما زالت بعيدة عن القمة، فتظهر المجاملة الصامتة أو الإحباط الخفي. الحل مش في السرعة أو القوة، لكن في الفهم والتواصل، وفي إدراك إن الإثارة عند المرأة تبدأ من الدماغ قبل الجسد، ومن المداعبة قبل الإيلاج. النشوة ليست نتيجة ميكانيكية، بل تجربة نفسية، عاطفية وجسدية متكاملة.